فاروق الفيشاوي في دور الظابط وقت المسلسل. مره اخت الدكتور سمير سيف قالت له تعالى بص الممثل ده على فاروق الفيشاوي، فلقاه شبه ممثل ايرون فيلم، ده كان ممثل استرالي اشتهر يعني في السينما الامريكيه وقت الثلاثينات، ففضل في باله يعني فاروق الفيشاوي. ولما سعاد حسني جت وبعد كده عادل امام ففكر بدور بوجه جديد اللي هو يعني فاروق الفيشاوي. وكمان عادل امام كان فاروق الفيشاوي اشتغل معاه قبل كده في فيلم غاوي مشاكل، فبرضه عادل امام رشحه. وكان فاروق الفيشاوي يعتبر قبلها كده عمل فيلمين بطنيه وغاوي مشاكل. فاروق الفيشاوي رفض الدور لانه خاف ان الناس تكرهه وهو لسه في البدايات، ان هو طبعا بيضرب عادل امام. بس بعد قعده مع المخرج سمير سيف قال له ان هو فاهم في السينما طبعا كويس ودي شغلانته، قال له في مشهد في الفيلم الناس هتسقف لك في السينما، وهو طبعا المشهد اللي في الاخر لما بيضرب افيونه اللي هو علي شريف وبينقذ ابن ماهر النمر اللي هو الطفل ساعتها كريم عبد العزيز.